تعالوا بقى النهاردة مع بعض هنتعلم ازاي نعمل بوكيه شوكولاتة. طبعا انا جبت الشوكولاتات كده انواع، هوريكم الاول الحاجات اللي احنا استخدمناها وبعد كده هعلمكم طريقة البوكيه ده بيتعمل ازاي. انا معايا كده بكرة لزق صغيرة، وجايبة طبعا ورد كده، الورد اللي انتوا حابينه طبعا، ودي عصيان خلة طبعا كلكم عارفينها. ومعايا برضو قلوب كده كانت موجودة عندي، لو انتوا مش حابينها عادي، احنا يا اما نحط دي يا اما نحط الورد بقى على حسب ذوقكم. ودي ورقة كده طبعا بس تكون جامدة شوية. ودي كده جمل حب او بقى جمل صداقة زي ما انتوا عايزين، انا كنت مجهزاها وطبعها ستيكر عشان اخد الجملة اللي انا عايزاها والزقها. وطبعا معانا الشمع والمسدس. ودي بكرة لزق كمان كبيرة كده، معايا واحدة صغيرة وواحدة كبيرة. وده بقى الورق اللي بيتلف بيه البوكيهات، طبعا في منه اشكال والوان كتير جدا. انا كده بدأت ان انا اخد العصيان الخلة دي، بدأت ان انا اقص منها حتة كده، لان العصاية كانت طويلة. انتوا ممكن تجيبوا مقاس اصغر عادي، بس انا بحب ان انا اجيب الطويلة دي واقص منها احسن يعني، لان التانية بتكون صغيرة قوي. بدأت ارص الشوكولاتات كده، خليت الكلمة تكون لفوق كده عشان يكون شكلها حلو. وهبدأ ان انا احط شمعة على الشوكولاتية من الظهر، وهلزق العصاية عليها. طبعا هعمل كل الشوكولاتات اللي قدامكم دي زي ما انتوا شايفين كده. خلصت طبعا كل الشوكولاتات كده ولزقتها بالشمع. بدأت ان انا اجيب الكنز ده، طبعا الكنز ده اساس البوكيه، لان انا بثبت كل الشوكولاتات عليه، بتخلي شكل البوكيه حلو، وبقدر ان انا ارص الشوكولاتات بشكل كويس. هبدأ ان انا احط الشمع، وهبدأ ان انا ارص 4 أو 5 عصيان براحتكم يعني زي ما انتوا عايزين. المسافة بين العصاية والعصاية يعني فرق بسيط عادي، او بالنظر كده يعني ما بيبقاش مقاس معين. هبدأ ان انا الزقهم، وبعد كده هلزق بقى باللزق، يعني انا بعد ما لزقت بشمع هجيب اللزق وهلزق عليها لفها كده عشان تكون جامدة. وبرضو همسك شوكولاتاية من اللي انا لزقتها بالشمع والعصاية، احط عليها لزق برضو مستولوتيب بدا تاني، عشان ان هي تكون ماسكة. لو انا سبتها كده الشمعة هيفك والعصاية هتقع ومش هتكون جامدة خالص. طبعا انا عملتهم كلهم كده زي ما انتوا شايفين، لزقتهم كلهم. هبدأ بقى ان انا اجيب الكنزاية اللي انا عملتها دي، طبعا انا عاملة 4 عصيان في الصورة هما. همسك كده اللزق اللي هو الصغير ده، وهبدأ ان انا من نص العصاية كده هلمهم، ومش هلمهم جامد عشان يكون في مسافة معايا ان انا ادخل الشوكولاتات التانية، هتشوفوا دلوقتي. انا ثبتها وما قطعتش اللزق ولا حاجة. هبدأ اجيب انا كنت جايبة كل شوكولاتين زي بعض، يعني انا جايبة من كل نوع شوكولاتة 2، عشان احط واحدة الاتجاه ده وواحدة الاتجاه ده. زي ما انتوا شايفين كده انا احط الاتنين دول كده وهلزقهم. اللزق ثابت معايا وبس، انا بلف بيه مش اكتر. جبت برضو النوع التاني، حطيت واحدة هنا وواحدة هنا، وهبدأ برضو ان انا اعملهم كده، وهبدأ ان انا الزقهم باللزق. الموضوع سهل جدا وبسيط، وبتطلع في الاخر بصراحة شكلها خطير، واي حد يقدر يعملها. انا هشوف الشكل بقى زي ما انا عايزة. انا بعد ما حطيت في الجنب 4 و4 بدأت ان انا ارص فوق كده. حاولوا بقى انتوا تظبطوهم زي ما انتوا عايزين، اهم حاجة ان الشكل في الاخر يكون كويس، ومش شرط اللفة اللي انا عاملاها دي، انتوا بايدكم ان انتوا تلفوا اي شكل عايزينه. انا حطيت 2 فوق كده جنب بعض، وحطيت الصغيرة دي كده قدام. طبعا في الاخر شكلها جميل، ولسه كمان لما بتتلف بالورق بتكون احسن. هبدأ بقى ان انا اكسر العصيان، طبعا اللي هما واقفين في النص دول انا مش هكسرهم، لان ده هتكون ايدي البوكيه. انا بدأت بس اقطع قصدي اللي في الجناب، عشان لما اجي الف الورق ما تطلعش معايا، فاهمين؟ العصاية ما تطلعش من الورق يعني. دي ورقة كده اللي انا قلت لكم عليها، اللي احنا هنجمد بها الشوكولاتات، انا هحطها تحت كده، ممكن ما تعملوهاش بس هتكون مخليه البوكيه اجمد من الظهر. هبدأ ان انا اقصها الشكل اللي انتوا شايفينه ده زي مثلث كده، وهحطها في النص وهلزق. هي مش هتبان خالص، بس لما اجي اشيل البوكيه يكون ظهره مسنود. انا حطيت الورقة، وبعد ما حطيتها زي ما انتوا شايفين كده حطيت الشوكولاتات عليها، وبدأت ان انا اربطها. الفيديو اصلا موضح كل حاجة يعني والله.
اي شريط ساتان عندكم بقى، اي لون، طبعا الدرجة دي ما بتبانش في الاخر، يعني اي لون عندكم، اي حاجة تكون جامدة نقدر ان احنا نلف بيها عادي. انا سويت بقى بحيث ان انا اشوف الايد انا عايزاها تكون لحد فين، طويلة قصيرة كده. وهمسك الورقة التانية قصيت منها حتة وعملت كده الايد عشان ان انا اتخنها. طبعا انا هحط لسه كام طبقة عشان انا عايزة الايد تكون اقوى شوية. دي والورقة التانية اهي بدأت ان انا اقصها وهتنيها كده تانيتين. هحط واحدة في الجنب ده وواحدة في الجنب ده، وهلمها على بعض وهربطها بشريط الستان. وطبعا انا مش هخليها طويلة لفوق قوي، يعني انا هخليها نازلة لتحت شوية عشان كل الدرجات الورق تبان. الوان بقى الورق زي ما انتوا حابين. هي اللي كانت طالبه مني البوكيه كانت حابه ان احنا نعمل الالوان اللي انتوا شايفينها دي، لكن ممكن بقى نعمله اسود، اي كل الدرجات من الورق موجوده. حطيت ورقه تانية كمان على الايد عشان تكون جامده، وهبدا كده ان انا اجيب الورقه الحمراء دي وهتنيها كده زي ما انتوا شايفين بس عشان تدي شكل، وهحطها وهبدا برضو ان انا اربط. بس المره دي طبعا انا هربط بالشريط اللي هيكون ظاهر في الاخر، يعني كل اللي جوه عادي بس اهم حاجه اللي بره ده اللي يكون شكله كويس. ربطتها كده في يونكة وهبدأ ان انا اقصها. والفيونكة برضو يعني طريقتها سهلة خالص يا جماعة، والله كل حاجة سهلة. انا ثبت كده بشمع، نقطة شمع بس كده، وحاولت ان انا اثبت الايد كده عشان يكون شكلها حلو. عايزة اقول لكم ان انا في الاخر بعد ما خلصت خالص لقيت ان انا بصراحة ما كانش عاجبني، برضو كنت حاسة ان في حاجة ناقصة، فزودت لسه ورقتين من الجنب ده والجنب ده، بس ما كنتش صورتها في الفيديو. صورت البوكيه كامل في الاخر على طول. جبت كده الورق الاستيكر اللي انا بقول لكم عليه، وتقدروا ان انتوا تطبعوا مش شرط ورق ستيكر، ممكن تطبعوا ورق عادي مكتوب عليه جمل وتلزقوه بشمع، ده ستيكر. بس انا برضو بحب ان انا اثبته بشمع كمان عشان يكون جامد. انا فكيته اهو، حطيت شمع ولزقته برضو. دي بقى القلوب. طبعا انا كنت بقول لكم بيتهيألي بداية الفيديو ان انا حطيت الورد، لا انا حطيت القلوب، لقيت شكلها اشيك واحلى لان ما كانش في مكانه للورد. ده كده شكله في الاخر. طبعا خطير يعني وما فيش كلام، انتوا اكيد شايفين ان هو حلو ومش مكلف وسهل جدا. يا رب تكونوا استفدتوا، يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم بقى الفيديو الجاي على خير بفكرة جديدة ان شاء الله.